قناة حماة العقيدة. ونحث المقاتلين والمجاهدين الذين يجاهدون الرافضة بأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن نومهم وقيامهم وتعبهم وجهدهم وعرقهم وأكلهم وشربهم في سبيل الله يؤجرون على كل ذلك ما دام وهم يحملون هم الدين وهم الدفاع عن هذا الدين وعن اليمنيين وعن أعراض اليمنيين. هنيئا لك هنيئا لك يا من أنت في صف المجاهدين، تجاهد لإعلاء كلمة الله وتقف في بالمرصاد للرافض الحوثيين الزنادقة المجرمين، تتصدى لهم براسك وتحمي بلدك بصدرك. هنيئا لك هنيئا لك، ما أعظمها من حياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضان. هذا من خير معاش الناس. فهنيئا لك أيها المجاهد، هنيئا لك من مرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، غيرك يسهر وأنت تسهر ولكن لا سواء، غيرك يتعب وأنت تتعب أيها المجاهد لكن لا سواء. تعبك في سبيل الله وسهرك في سبيل الله وحياتك كلها في سبيل الله، فما عليك إلا أن تحتسب الأجر عند الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهنيئا لك يا من قتلت في سبيل الله، يا من جرحت في سبيل الله، يا من ناضلت في سبيل الله. ما أعظمها من حياة. ألا يا معشر المجاهدين اثبتوا على ما أنتم عليه، فأنتم على الطريق الحق والله وعلى التجارة الرابحة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهنيئا لكم.